صور من الجانب الآخر. طيب، ألا تعتقد بأن هنالك تعتيما إعلاميا متعمدا يمارس من قبل أجهزة الإعلام الرسمية، خاصة مثلا شاهدنا تظاهرات يتحدث فيها متحدثون معارضون ديمقراطيون ليبراليون لا يسمح لهم بالحديث؟ لم تصور هذه التظاهرات التي تحتج على النظام السوري، لم تصور في أجهزة الإعلام الرسمية السورية. هذا أولا. ثانيا، من الذي قام بسحل وقتل وضرب الجثث؟ هنالك صور صورت بالموبايل وبأجهزة تصوير بسيطة يقوم من خلالها رجال يرتدون زيا أمنيا بسحب وسحل جثث وقتلها وضربها وهي ميتة يعني. ألا تعتقد بأن هذا التعتيم الإعلامي متعمد من قبل أجهزة الإعلام الرسمي السوري، ولذلك أجهزة الإعلام الأخرى في دول أخرى تقوم بنقل صورة أخرى؟ يعني لا يعقل أن يتم فقط نقل الصورة التي يرتضيها نظام هذه الدولة أو تلك. سيدي، لم تجب على سؤالي لماذا لم تنشروا تلك الصور التي رآها العالم كله والتي أبكت قلوب كل السوريين وأدمعت عيونهم. لماذا يتم تجاهلها بالمطلق؟ أنتم أيضا تفعلون نفس السلوك إذا كنتم تعترضون على منطق كهذا. أنا شخصيا طب ارسل لنا هذه الصور وسنعرضها الآن. ارسل لنا هذه الصور وسنعرضها. في هذه النقطة أنا شخصيا طالبت علنا وزارة الإعلام بأن تنقل كل ما يجري على الأرض، ومؤخرا قام التلفزيون السوري قبل أمس وأول أمس قام بعرض عدد من المظاهرات المعارضة ونقل هتافاتهم وهي تطلب الحرية وتطلب الكرامة وتطلب الحياة الكريمة. إن هذا التطور جزئي، أنا أشعر أن بالإمكان أن نسارع أكثر من ذلك، ولا زلنا نناشد الجميع. ولكن يا أخي، ما تقومون به أنتم يتطلب أيضا موقفا اعتداليا في نقل الحقيقة. دعوا هذه الشاشة اقسموها نصفين، اعرضوا في النصف الأول من يرسل لكم من هذه الموبايلات، واعرضوا في النصف الثاني ما يتم أيضا على الأرض. عرضنا صور للعصابات التي قالت السلطات السورية إنها تستهدف المدنيين، عرضنا صورهم، حتى هذه الصور التي اتهمت وزارة الإعلام السورية بفبركتها عرضناها سيد حبش. الآن أنا أشاهد ما تعرضون، لم أرى شيئا من ذلك، والموقف يقتضي أنتم تنقلون أن هناك 4 قتلوا هذا الصباح وفق إعلان وزارة الداخلية، وصورهم موجودة ولكن ليس على شاشتكم. أنا لست هنا من أجل أن ألعن ما تعرضون، ولكنني أطالب. هذا واقع سيد حبش. هنالك رمي للرصاص على الناس المعتصمين في حمص. على كل حال، سيد محمد حبش النائب في البرلمان السوري، أشكرك شكرا.